أهلا بيكم في قناتي قناة ولاء مغازي. فيديو النهاردة عن وجبة سمك كاملة، وجبة كاملة من سمك في الفرن وسمك مقلي. كمان هعمل معاهم رز صيادية، هعمله معاكم بنفس طريقة المطاعم بالظبط. هنعمله مع بعض في وقت صغير جدا. السمك اللي في الفرن طعمه يجنن حرفيا، مشهور جدا في اسكندرية وفي المدن الساحلية اللي هو اسمه زيت وليمون. والسمك المقلي بقى هوريكم كل تريكاته، ازاي يطلع مقرمش تفضل محافظة على قرمشتها لأطول وقت ممكن، ولونه أصفر من غير افتكاسات أو إضافات الكركم أو ألوان صناعية. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو. لما بعمل اكل عادي او تقليدي، اول كومنت دايما بيتكتب لي ان انا اعمل حساب المبتدئين او الجداد في المطبخ. فاي حد جديد في المطبخ لما تعملوا اكله السمك دي تمشوا معايا على الخطوات دي اللي بقول لكم عليها، علشان يختصر معاكم وقت ويطلع معاكم الطعم حلو ومظبوط. تمام. اول حاجه هعملها هي التتبيله. انا هستعمل هنا راس ونص كبيره من الثوم، عصير ليمون، فلفل واحد حامي او بارد زي ما انتوا عايزين بس يكون صغير، ملح، 4 معالق صغيرة من الكمون، كزبرة جافة، 2.5 معلقة كزبرة جافة. ممكن تجيبوا كبة أو محضر الطعام بتاعكم لو عندكم تستعملوها، ممكن برضو المفرمة العادية أو الهون. أنا بحب الهون جدا وبيطلع الطعم والريحة أحلى على فكرة، بس أنا علشان عاملة كمية كبيرة شوية فاستعملت الكبة، فهتلاقوا المقادير اللي أنا هحطها لكم دلوقتي كبيرة حبتين. ممكن تعملوا نفس المقدار بتاعي واللي يتبقى منكم تحطوه في الفريزر لمرة تانية. عطيتهم كده ضربتين وحطيت عليهم شوية زيت كده حلوين، ورجعت وضربت فيهم كمان مرة. وتتبيلة الأسماك يا جماعة مش بتاخد حاجة تانية خالص، ممكن بس تاخدوا مشطة، أكتر من كده مفيش. في ناس بقى بتحب تحط كاري، كركم، لو حابين تضيفوا البهارات دي عادي جدا حطوها، بس هي دي البهارات الأصلية أو الطريقة بتاعت التتبيلة الأصلية. تمام. والتتبيلة دي يا جماعة لو هتعملوا مثلا بدنجان ممكن تحشوها بيها، أو طماطم تحطوا منها حاجة صغيرة على السلطة. كمان هو ميكس تتبيلة كده بيتحط في أي مقبلات أو أي أبيتايزر لوجبة الأسماك. ده بيبقى شكلها. وبس كده خلصت معايا التتبيلة. أول نوع هعمله هو الزيت والليمون. أنا جبت طاجن اللي هدخله الفرن، وعندي شوية كده من الفلفل الحامي والبارد قطعتهم كده حلقات وحطيته كده ووزعته. كمان كام فص توم مقطعاهم كده ترانشات أو حلقات، كمان ليمون ترانشات، وعود واحد صغير خالص من الكرفس بيدي ريحة للسمك حلوة جدا. بالمقص كده قطعته حتت صغيرة. والحاجات دي كلها أنا حطيتها كأرضية للفرن علشان لما أحط السمك ما يبقاش متعرض مباشرة يعني للصينية أو البايركس اللي أنا هدخلها الفرن، فممكن يلزق معايا من تحت كده، هيطلع ريحة حلوة كمان هتمنع السمك إنها تلزق منكم. فوقهم بقى حطيت وحدات السمك، وانا استعملت سمك بحر. تقدروا على فكرة تستعملوا اي نوع سمك انتم بتحبوه، والسمك اللي استعملته هو سمك دنيس. السمك القاروص كمان بالطريقة دي والتتبيلة دي بيبقى حلو جدا. لو انتم بقى مش بتحبوا سمك البحر ممكن تستعملوا البوري، بيبقى برضو حلو جدا، بس البولتي لا على فكرة ما انصحكوش. جبت بقى التتبيلة وبالمعلقة كده حطيت منها شوية على كل سمكية، وبإيديكم بقى ادعكوا في السمكية من كل حتة. كمان حطوها ناحية الخياشيم كده وناحية البطن بتاعة السمك. وعايزة اقول لكم ان السمك اللي بالزيت وليمون مختلف عن السنجاري وعن اللي بالبطاطس. التتبيلات بتاعة الاتنين بيبقى مختلفة شوية عن ده، كلهم طعمهم حلو بس كل واحد فيهم ليه تتبيلة مختلفة شوية. بس لو انتم حابين تزودوا من تحت كمان بطاطس او طماطم او شبت زي ما انتم عايزين طبعا، بس لو جيتوا من اسكندرية هتاكلوا زيت والليمون بالشكل والطعم ده في المطاعم. تمام. اي بقى بطارخ بتلاقوها تتحط كده جوه بطن السمكية وتدخل معاها الفرن او حتى تتقلي على فكرة بتبقى حلوة جدا. بس كده انا كده خلصت. لكن في الاخر خالص بقى على كل سمكية حطوا عليها كده معلقتين كبار من الزيت عشان لما تدخل الفرن تتحمر فيها. وانا بقى من عندي بحب احط برضو رشة كده من الكزبرة فوق كل سمكية، كمان رشة من الكمون. والبهارات الجافة دي لما بتتحط كده فوق الوش لما بتدخل الفرن وتتحمر بتعمل كده قشرة بيبقى شكلها وطعمها حلو. كمان شرايح ليمون، وكان عندي فلفل حامي أحمر وزعت كده منه حلقات، وفلفل أخضر كمان منه حلقات. واختياري
رشة خفيفة خالص من الشطة، لو مش بتحبوا الحامي ما تحطوهوش في الخلطة، حطوه كده فوق الوش، بتخلي كده السمكية من القشرة مشطشطة على خفيف وفيها لدعة كده حلوة. زي ما هي كده بسيبها شوية في التلاجة نص ساعة، بعد كده بدخلها الفرن، وتكون درجة الحرارة على أعلى درجة، وتكونوا مشغلين من فوق ومن تحت. ولو الفرن عندكم مش بيشتغل 2 يبقوا تشغلوه على أعلى درجة حرارة من تحت بس، وتحطوه على أقرب رف من تحت. تمام. لحم السمك بيبقى ناعم، بيستوي بسرعة، ما بياخدش وقت. النوع التاني بقى هو السمك المقلي، والسمك اللي هستعمله هنا هو سمك بربون، برضه هو نوع من أنواع سمك البحر للناس اللي ما تعرفوش. وحطيت معاهم واحدة بس من السمك الدنيس، لأن هو شكله شوية قريب من البلطي، فتشوفوا بس شكله في الآخر بيبقى عامل ازاي. من نفس التتبيلة هحط كده عليهم شوية، وبرضه ادعكوا كده في السمكية من كل حتة وعلى كل جنب ومن بطنها. والسمك البربون ده بيبقى شكله للناس اللي ما تعرفوش، هو برضو مغسول ومتنضف ومتشال القشر اللي فيه، وطبعا متشال بطنه وتمام. غرقته كده ومليته من التتبيلة وبس كده خلص معايا وتمام. لو انتم بقى يا جماعة عندكم وقت يبقى بالتتبيلة بتاعته كده يتحط في التلاجة، بس يتغطى الأول عشان ريحة الثوم والبهارات نفاذة ما تخرجش بره السمكية زي ما قلت لكم قبل كده في تتبيلة الفراخ. لو بقى ما عندكوش وقت يبقى تسيبوها بس نص ساعة على بال ما تعملوا الرز. كده انا عطيت للسمك اللي في الفرن وقته فيبقى اتبل وتمام. كمان السمك المقلي اخد وقته ان هو يتشبع بالطعم بتاع البهارات الحلو على بال بس ما اعمل الرز. وانتم بقى هتلاقوا على بال ما تخلصوا الرز ويستوي هيكون السمك اللي في الفرن طلع والكمان المقلي طلع. والكلام ده طبعا للجداد في المطبخ، لان انا عارفه ان هما ممكن شويه يتلبخوا او يرتبكوا لو عاملين كذا صنف او كذا نوع في اي عزومه. تمام. انا سبتها بس في التلاجة لحد ما اعمل الرز. والرز بقى يا جماعة الصيادية أساسه بصل، ما فيهوش طماطم، ما فيهوش صلصة، البصل هو الأساس. كل الحاجات دي أنا لقيت ناس كتير بيحطوها، بس هنا في اسكندرية أو في المدن الساحلية مش بنعملها بأي حاجة منهم خالص. هو البصل هيديها اللون البني، هوريكم ازاي، وهيعمل كل حاجة في الرز. تمام. بصلاية كبيرة بشرتها عادي جدا في المبشرة، وجبت الحلة وحطيتها على النار، حطيت فيها شوية كده حلوين من الزيت، مش بنحط سمنة يا جماعة نهائي، الزيت بس يسخن شوية وابدأ انزل عليهم بالبصل. ما تخلوش النار عالية قوي، خلوا النار عندكم واطية وافضلوا قلبوا فيه كده كتير كتير. كل ما هيبقى لونه بني غامق اكتر كل ما هتلاقوا لون الرز بتاعكم بعد كده اغماء اكتر، لكن ما تزودوش بزيادة، لان لو البصلة اتحرقت منكم هطلع الرز بعد كده معاكم ممرر، لحد ما يبقى لونه بني غامق كده بالشكل ده. هو يبقى اللون ده كده حلو جدا. وخلي بالكم هي شعرة كده ما بين درجة البني الحلوة اللي بتطلع لون الرز حلو وما بين ان البصل يتحرق منكم. كمان اول ما اللون معاكم ما يغمق كده تخلوا النار واطية جدا عشان البصل ما يتلسعش منكم. اول ما وصلت اللون البني الحلو ده نزلت عليهم بالرز المصري المغسول ومش منقوع، وانا حطيت حوالي 3 كوبايات وفضلت اقلب كده وعطيت له تقلبتين. واول ما حسيت ان هو خلاص اختلط بالزيت والبصل وبقى تمام نزلت عليهم بقى بالمية. عليت النار وسبت بقى الرز يتشرب كده شوية بالمية، وبعد كده هبدأ بقى أحط البهارات بتاعته اللي هي ملح، وأنا بحط حوالي على 3 كوبايات معلقة كبيرة إلا ربع، كمون حوالي ربع معلقة، ولو حابين تحطوا شطة برضو عادي جدا بيتحط، لو حابين هنا برضو تقطعوا قرن فلفل واحد أخضر زي ما انتوا عايزين. دي الإضافات الوحيدة اللي ممكن تتحط على الرز الصيادية. وعطيت له كده تقلبتين، وشايفين يا جماعة اللون بتاعه حلو ازاي؟ لو كنت استنيت عليه دقيقة واحدة بس كان ممكن يتحرق ولونه يغمق اكتر من كده، عشان كده بقول لكم وطوا النار في الخطوة دي عشان البصل ما يتحرقش منكم. رز الصيادية يا جماعة مش بيتحط له لا طماطم ولا صلصة، هو بيبقى لونه بني لوحده بالبصل. تمام. غطيت بقى الحلة وخليت النار عندي واطية وسبته بقى يستوي وبقى تمام. على بال بقى ما يستوي هعمل حاجتين، هدخل بقى الصينية بتاعتي الفرن وهنبدأ بقى نحضر لقلي السمك. وعلشان نقلي السمك ويطلع معايا سمك مقرمش ولونه أصفر امشوا معايا بقى على نفس الخطوات بالظبط. وانا بحب اعمل السمك المقلي تتبيلة سايلة وتتبيلة جافة، تقدروا تستغنوا عن التتبيلة السايلة. وعلشان اعمل التتبيله الجافه هجيب بوله وهحط فيها دقيق ذره اصفر. هو يا جماعه دقيق الذره الاصفر ده هو اللي بيخلي لون السمك اصفر، هو اللي بيخليه مقرمش، هو اللي بيعمل كل حاجه ممكن تتخيلوها، وهو ده بالظبط اللي بيستعملوه المطاعم الكبيره. وده يا جماعه بيبقى شكله بيبقى موجود في كل السوبر ماركت، بيتباع منه في اكياس وبيتباع منه سايب، وسعره على فكره بيبقى تقريبا نفس سعر الدقيق الابيض العادي.
وانا بحب شويه ان انا ابهر التتبيله الجافه، بحط لها شويه ملح، كمون، كزبره جافه، ممكن شطه، ممكن توم باودر، زي ما انتوا عايزين، وبديله كده تقلبتين. ولازم تحسوا ان اللون بتاع الدقيق اتغير، والا مش هتحسوا ابدا ان يبقى فيها بهارات. سبتها بقى كده على جنب، وهبدا احضر هنا التتبيله السايله. في بوله فاضيه حطيت معلقتين من الدقيق، دقيق ابيض عادي، كمان معلقه كبيره من النشا، ومعلقه صغيره من التتبيله بتاعه السمك، ودي طبعا اختياري، وعليهم كمان شويه من عصير الليمون. وانا جنبي كوبايه فيها ميه، بحط كده شويه بشويه وافضل اقلب لحد ما تبقى معايا بالقوام ده، اللي هي تبقى عامله شويه زي عجينه الكريب، مش تقيله قوي زي الكيك ومش خفيفه ميه يعني. طلعت بقى السمك من التلاجة، وبحط السمك في التتبيله السايله واغطسها كده كويس من كل حته شويه. بعد كده اخدها واحطها في التتبيله الجافه، وغطسوها بقى يا جماعه في التتبيله الجافه واضغطوا عليها كويس علشان دقيق الذره يمسك فيها اكتر. هقول لكم بقى انا ليه بحب دايما ان انا وانا بحمر السمك احطه في التتبيله الجافه. لما تبقى قشره السمك سميكه شويه بتعمل طبقه كده من القرمشه من بره مع الجلد، فبتقعد فتره طويله جدا محافظه على قرمشتها. كمان التتبيله السايله بتخلي البهارات تلزق في السمكيه اكتر. كمان ناس كتير دايما بتشتكي وهي بتحمر السمك في الزيت، اول طاسه بتبقى حلوه ونظيفه، تاني طاسه بيبدا ينزل كده العفاره بتاعه الدقيق فبتحروق كده من تحت، وبيطلع السمك لونه بني وغامق ومش حلو. لما بتمسكوا الدقيق كويس في السمكيه بتنزل كده لوحدها سليمه وبتطلع على طول من غير ما تعكر قوي في الزيت. هي اكيد طبعا هتعكر منكم وتبدا يبان فيها حاجات كده وحدات من تحت، بس بتبقى بعد طاستين 3 كده. انتم بتقللوا شويه من الحروقه بتاعه الزيت، واكتر المطاعم على فكره بتعمل التتبيلتين دول. طبعا تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي وتستعملوا التتبيله الجافه لوحدها. انا خلصت كل المقدار بتاع السمك البربون، والدنيس برضو عملته بنفس الطريقه، طلعته من التتبيله السايله حطيته على الجافه وغطسته كده كويس. وفي الاخر بقى لازم يا جماعه تنفضوها كده وتشيلوا اي زيادات، لان الزيادات دي هي اللي هتعكر وتبوظ معاكم الزيت بتاع القلي. في كمان هنا ملحوظه، هي انكم تطلعوا السمكيه بتاعتكم من التتبيله الجافه للزيت على طول. تمام. انا خلصت كل المقدار اللي عندي. في طاسه بقى على النار حطيت فيه زيت غزير، انا نزلت كده السمكات بتاعتي واحده ورا التانيه، وما تنزلوش السمك على زيت سخن بزياده، يا دوب كده بس يسخن شويه، ونزلوا وحدات السمك واحده ورا التانيه. كمان النار عندكم ما تبقاش عاليه نهائي، تبقى تحت المتوسطه بشويه، وما تجوش جنبه يا جماعه ولا تقلبوه نهائي غير لما تلاقوه خلاص اخد لون من تحت وبدا يفصل، علشان طبعا ما يتهريش. انا وزعت كل وحدات السمك، واول ما بدا كده يشد من تحت وياخد لون هتلاقوه لوحده فصل من الطاسه، تبداوا بقى تقلبوه. يفضل كمان ان انتم تقلوه في طاسه او في حله نون ستيك. وطبعا للتوضيح، انا وانا بحمر السمك الفرن شغال على الزيت والليمون، والنار التانية شغاله على الرز. أكلة كلها بسيطة، تحسوها كده غنية، فيها أصناف كتير بس مش بتاخد منكم وقت خالص. وطبعا برضو لو حابين تعملوا جمبري أو كابوريا تكونوا برضو متبلين الجمبري بتاعكم وسايبينه كده على جنب، ومع آخر طاسة للسمك شغلوا عليه البوتاجاز. الجمبري والكابوريا مش بياخدوا أكتر من 5 دقايق على النار، يعني ده يبقى معاكم آخر حاجة. تمام. السمك خلاص خلص. شايفين بقى يا جماعة لونه عامل ازاي؟ كأنكم بالظبط جايبينه من أكبر مطعم من مطاعم الأسماك. طعمه وريحته بجد يا جماعة يجننوا. في ناس على فكرة بتحب تحط كاري أو مستردة مع التتبيلة، هم على فكرة بيليقوا جدا مع الأسماك، بس أنا لما دايما بعمل السمك المقلي بحب أعمله بالطريقة البيزك. لو سمك مخلي أو ترانشات بعمله على فكرة بالكاري وبيبقى طعمه حلو جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ من غير بقى إضافات أو ألوان أو كاري أو كركم يغير الطعم، ومش هيدي أبدا الشكل واللون ده. كمان الدقيق الذرة الأصفر من طبعه بيبقى مقرمش شوية عن الدقيق العادي، يعني هو بيبقى وسط كده ما بين النشا وما بين الدقيق، مش بيدي النشفان قوي والقرمشة اللي بالزيادة مع النشا، كمان مش طري قوي بزيادة زي الدقيق. طلعت بقى السمك، وأنا بحب دايما إن أنا أطلع السمك على مصفى، مش بحب أحطها على مناديل مطبخ. وحطيت بعد كده السمك الدنيس اللي ممكن يبقى البديل بتاعها السمك البلطي، وقليته بنفس الطريقة وبس كده. السمك كله طلعته وحطيته على مصفى. شايفين يا جماعة لونه أصفر قد إيه، من غير لا إضافات ولا افتكاسات، كمان مقرمش جدا، والتتبيلة اللي فيه فظيعة. أنا خلصت السمك وقليته وبقى تمام. وتعالوا بقى معايا نبص على الرز. الرز برضو مش بياخد وقت خالص على بال ما يستوي، يعني على بال بعد ما أنا ما قليت خلاص السمك كان الرز معايا استوى وبقى تمام.
شايفين لونه بقى اصلا في الاول عامل ازاي؟ كمان مفلفل كده وكل حبة بحبتها، طعمه فظيع. الرز يا جماعة مش بيتقلب بالمعلقة، بيتقلب بالشوكة. كده الرز عندي خلص والسمك المقلي خلص، كمان السمك في الفرن خلاص خلص. ده شكله حلو جدا وكان طعمه فظيع بجد يا جماعة. أنصحكم بجد تجربوا الطريقة دي، مش دسم ومش تقيل، متأكدة إنها هتعجبكم جدا. وبيتقدم الصينية زي ما هي كده، أنا بس جرنشتها بشوية كده من الليمون وشوية من الفلفل الأحمر وبس كده. تعالوا بس كده كمان أوريكم حلاوة السمك المقلي. أنا هنا بطلع لكم بس حتة من القشر عشان أوريكم قد إيه هو مقرمش. دي الذرة الأصفر يا جماعة بيدي قرمشة غير اللون. انسوا أبدا إن كنتم تقلوا السمك بتاعكم في دقيق أبيض، مش هيديكم بجد اللون والقرمشة والطعم الحلو ده بتاع الذرة الأصفر. أعتقد هو ده اللون اللي انتم كلكم دايما بتدوروا عليه. شايفين مستوي ولحمه أبيض ومقرمش لحد آخر وقت. وبكده أنا خلصت الفيديو وعملت معاكم النهاردة وجبة سمك كاملة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب ينول إعجابكم. ولو انتم بتشوفوني من الفيسبوك ما تنسوش لايك للفيديو ولايك للبيج، ولو انتم بتشوفوني من اليوتيوب ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.